ايه؟ صلوا على النبي يا جماعه. عليه بصوا الصلاة زي ما انتم والسلام. شايفين النهارده جايبين غساله جديده. يا ام جنى اتقي الله في نفسك، اتقي الله يطلع لك مخرج. عايزه اقول لكم والله متقيه الله في نفسي. يا جماعه صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصلوا كل جديد. تعالي كده يا جنى الحين عايزه اقول لكم بصوا يا جماعه، طبعا انتوا عارفين ان انا الغساله القديمه بتاعتي اللي في الشقه بتاعت متغمر اللي جي اللي ايه؟ جي. طبعا احلى غسالات اللي جي اللي هي الاوتوماتيك من فوق. عايزه اقول لكم في على البيت لو مش عارفه بقى. المهم البنت جنى امبارح لقيتها بايه ماسكه الهدوم بتاعتها وعماله على الحوض وعماله تغسل هدومها. انا قلت لها يا بنتي بتغسلي هدومك ليه؟ احنا صابحين بكره وهروح نجيب الايه الغساله اللي جي الجديده اللي هي الايه 17 كيلو. قالت لي يا ماما اذا كان احنا عندنا الغساله القديمه اللي هي ال جي ال 11 كيلو ما بتنضفش. لا انا هغسل على ايدي احسن عشان ايه؟ الغسالات دي بتطلع. وفعلا لما كنت بغسل في الشقه بتاعت مدغام احط الهدوم ايه والله بتبقى نضيفه بتطلع وسخه. احط الهدوم يا جماعه نظيفه تطلع ايه؟ بص تعالى كده يا ريان. احط الهدوم نظيفه تطلع ايه؟ وسخه. ومين اللي كان بيشتكي من الهدوم؟ مين؟ المهم يا جماعه صلوا على النبي كده. حطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصلوا كل جديد من ام جنى. طبعا زي ما انتم شايفين الغساله اهي. ارفع بابا. الصلاة على النبي هناخدها بقى وندخلها الحمام. انا بقى اشيل لك الغساله. لا ما تشيلش ما تشيلش شيلها لي. ما تشيلش. مش هتعرفي تشيليه. بصوا هناخدها بقى يا جماعه. دي صغيره قوي يا ماما. نمسك بقى كده هناخدها ونعمل النهارده ما تسيبش اللي روتين. عليها ده. بصوا الغساله اهي بيبي. دي غساله ايه؟ بيبي. زي اللي كانت عندنا والله. بس عايزه اقول لكم بص شيل تعالى شيل. شيل بس السلك. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الغسالات دي اقسم بالله العظيم بتنضف. استرش يا بابا من تحت. دماغ. استرش انت. حطوا لايك يا جماعه للفيديو. وعايزه اقول لكم انا كده ان شاء الله. بص شيلها دخلها لي الحمام. هي اتخربشت يا وزير. ارجع يا رين كده وانا عايزه اوريكم على حاجه. طبعا بصوا يا جماعه تعالوا كده هنا اوريكم حاجه صغننه. صلوا على النبي صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنا مكان غساله اوتوماتيك من اللي بتتفتح كده وغساله اطباق. ان شاء الله ارجع يا ريان هنا كده. ارجع كده يا ريان. ان شاء الله انا عندي غساله اوتوماتيك من فوق. عندي اثنين. عندي واحده ال جي 11 كيلو وغسالة برضو وعندي مواعين. غساله اوتوماتيك ال جي 17 كيلو. بتاعت ايه بقى؟ فانا بقى الناس كتير قالت لي يا ام جنى الغسالات اللي هي ارجع على الناحيه دي بقى كده عشان شفت الغساله. سيبنا ولا خلاص. بص يا جنى. المهم يا جماعه فناس كتير قالت لي يا ام جنى الغسالات اللي هي اوتوماتيك من تحت. الغسالات الاوتوماتيك من تحت بتنضف احلى من اللي فوق. بصراحه عندي ال جي والال جي انتوا عارفين ان هي غاليه وحلوه ونظيفه. خليها بقى بالعرض كده. بصوا هو هنا كان محطوط غساله. يا مازن انت بتعمل ايه يا مازن؟ وانا عامله ميه من ايه؟ فيها خرطوم ولا ما فيهاش خرطوم؟ فيها من جوه. استنى. طب انا عايز اسالك على الغساله. طب ما انا هقول لكم على حاجه صغيره. بص على الغساله. بصوا الحمام شايفين الهدوم على الحوض ازاي؟ ارجع بس كده لورا بالغساله كده يا مازن. ماشي. ارجع كده يا مازن بالغساله كده. عايزه اقول لكم اي حد يا جماعه محتاج سباك. ايوه. عندنا السباك استاذ مازن. بصوا. هيولع لي في المطبخ. بص دي اللي لا استنى شويه هتغير لي الغساله الجديده. بصوا يا جماعه السباك مازن السباك. اوعى بس كده اوريهم. بصوا يا جماعه اوريهم بس يا مازن السباك. بصوا يا جماعه بصوا ما تروحش بالبني. بصوا هو مازن اللي عمل لي دي والدش اللي فوق. هي ايه ده؟ كان بتاع بيضرب تحتي واحنا في الحمام. انت قصدك حد داخل الحمام بيلغي شبشب الشبشب اكسره. يا ماما بص اللي مش عارف بقى. بصوا يا جماعه وبرده هو اللي صلح دي. ايوه اهم حاجه دي. بس دي عايزه فتح. ما نقدرش نصلح دي. افتحها من الجنب من الجنب. المهم ايوه بص يما بص بصوا يا جماعه شبشبي قولي بقى بره كده عشان برضه مش الشبشب اللي انت ما لبستهوش عشان تعرفوا ان الراجل ده هيدخلني جوه. اخرج بره بتقول لهم ايه؟ ولا دافع السباكه ولا رتب لي السخان. اعملوا حساب. هات الشبشب اللي البسه انا استفيد البس الشبشب. طب انا بصوا مازن جوزي بيحب النظافه زي عينيه. الشباشب بصوا حاطط لنا لفه الشباشب اللي بنخرج بيه بنعمل بيه. انت بقى المفروض تجيبي شبشب حمام. بصوا بقى يا جماعه اقول لكم هنعمل ايه. رأينا انا عارفه ان هما
يقدرش يصور ولا ينيم. ده غير بص هقول لكم على حاجه دي حلوه. مش هتنفع انا خالص. ما هقول لك على حاجه. حط عليك مكانك بالعرض ده. انا قلت له هات لي حبايه اندوميتري يقول بقى لي انا تعبان. هو انا بالليل هياخدني ولا مش هياخدني؟ بص ده طبعا خضار ايه؟ هات ضمان. بص ده خرطوم. في مسمار مخرج منين؟ مش عارف. بص بقى كده هقول لكم على حاجه بس صغيره. هو هنا ينفع ايه ده؟ مش عارف. ده بتاع ايه؟ تصدق ان الغساله دي يا جماعه تحسوا ان هي مايعه. الغساله المايعه في نفسها دي. دي تتركب من ايه؟ من هنا اهي. حط من اهو. يا راجل ايه؟ شوف الواحد بقول له هات لي غسيل دواء الضغط مش عليه يجيبهولي. بصوا هقول لكم على حاجه. لو حطينا دي هنا هينفع؟ طب انا دلوقتي عايزه ايه ده؟ يا ترى ولا كده؟ على فكره الغسالات دي انا كان عندي في توشيبا كانت كده. ليه في بقى قلت لك ما دي اللي بتشيبها. باجي بس كده اقول لك على حاجه. هات لي كده يا مازن هات لي الفيشه. مفيش حاجات يا ريت. هات لي الفيشه. فين؟ تلفها فين؟ دي لا دي هي لا. بتتحط هنا. بص هات لي الفيشه كده بس هقول لك حاجه بس مهمه. البس تكشيش يا راجل ما تخشليش حاجه. نسيت يعني. افتح كده يا مازن. اقول لك على حاجه. مش هتيجي مش فوق. قصيره خالص. دي لازم هنا مكانها هنا. طب انا هعمل الغساله بايه؟ وعايزه ميه اشرب. حنفيات الميه تحت اهي. حنفيات الميه مش سخنه هتجيب وساقعه. بجد. ايوه انا عارف انا. طب زق انت كده وسع كده يا ريان وسع كده يا ريان كده. بص ده ينفع هنا؟ اكيد وفي صرف بتاع صرف اصلا. تمارين فوق. استني بتحط الغلط. هو انا بحط غلط. افيز. تاني حاجه مش بتركبش من هنا. يا عم لازم الميه تشوف مش من من هنا. هنا ده العكس. قلت كده. تعالي يا جنى نحل كده يا جنى. تعالي يا جنى. تعالي يا مازن انا عارفه ان مازن هيكرهنا النهارده ويدخلنا في حته مالناش رجعه. عيد بس كده بقى يا ريان. يا جنى دخل عشان تفضل على تحت الحمام. مين السخنه ومين الساقعه؟ باين اللي عليا ان السخنه باين. يعني انا كنت السخنه؟ لا راكب في طب راكب يا مازن في السخنه احنا هدومنا مش نطفيها يا جنى شويه. حط يا مازن ميه سخنه. حط ميه سخنه. تعالي يا جنى. يا الميه فين؟ الميه في العصاره يا راجل. طب بص خد بقى شغل الغساله كده. هي الميه لسه سخنه ليه؟ عايزين تغسل الاول. وقع لي الدنيا نزل خراب لي الدنيا. تغسل خراب لي الأول. الدنيا. غسالة تتغسل الاول. ايه ده؟ البتاع بتنزل حاجات صفرا عشان ده سخنه. عايزه افيز. افيز وحته بالغلط. انا دلوقتي عايزه اغسل مش عايزه افيز. هو الخرطوم يلا بينزل ميه بعد ما نزل الميه دي. استنى. طب ما نحط ميه ساقعه بقى. انا عايزه ميه سخنه عشان تنضف الهدوم. سخنه ساقعه خرطوم. طب حط ميه ساقعه وانا احط ميه سخنه باي حاجه. هتيجي يا ريان كده عشان ماما لما شافته انا بقالي كام يوم عايزه اجيب الغساله وهو اللي معطلني. عندي الفعل الاول. كهربنا يا مازن كهربنا. على فكره الخرطوم ده بتاع سخن ولا يا مازن لا تحط شويه وانا سخنه. بقول لك حط ميه ساقعه. سقعها بقى بقى. جاي بقى بقول الغساله دي عاوزه افيز يا مدرب افيز. طب امسكها يا مازن كده على ما نعمل الغساله شوف وجانا تغسل واحنا نشوف هنعمل ايه. طيب ماشي. ما تقوليش ليه كده؟ يعني ربنا هقول ايه بس ادينا عقل. المية بقت حلوة. هنا يا جماعه بنستعمل موتور. هي الميه مش حلوه قوي يعني بس عايزين نغسل الغسالة عشان لا مش هنتكلم عن المحمد. هي الميه لسه صفرا ليه؟ عشان بقى انا فتره برجع دلوقتي من نزل الخرطوم اللي عملها ريان. الخرطوم نازل اهو. مستحيل على الحمام. تصريف الماء. صرف الماء بس نازله صفرا. ماشي احنا الحنفيه دي بقى لها زمن ما اشتغلتش. دماغي بقول له انا حبيت الضغط دماغي. عملت ايه كده لما بره كده الغساله؟ قربت جاي جريان عليها. طب عشان افصل بقى هنحط ميه ما تخافش مش عاملين حاجه. هتكهرب. لا وانا هتكهربيني ولا ايه؟ هي الميه نازله كده يا مان. وعامله ايه انا تحت لا لا الرمل. لا كده بقول لك ايه يا عم. هديله شبشب. اديني بقى الصرف. الصلصه. مليان. طب رجع بقى الغساله كده ورا. افصل يعني؟ ايه؟ حكي لي يا ولد نفسه يمسك كده يا خراب حسب يا ناس. الميه فيها حاجات. فاكر كده فاكر كده. يا خراب عيالك يا مازن مسكوا كيس الربس يا مازن غرقوه يا ابني. رجعي يا ابني ورا. استنى بس. اخرج بابا كده من هنا.
انا واقفه حافيه. ايه؟ طب انت اللي دخلت عافيه. طب ما احنا اذا كان احنا قلقنا كلنا لبسنا شباشب. عندي سباق الكهرباء. بصوا انا هحط شويه ميه سخنين. شوفوا العيال يا ولاد. شوفوا العيال. هحط شويه ايه ده نغسل ايه؟ بس انا تكرهني. طب انا في ايدي الميه كنت مشغل الميه. استنى عشان اجيب والضغط شفتها وخدت حظيش. استنى بس يا ولاد. فهمت الشغل من ايه؟ هقول لك اهو. تعالي كده يا جنى. بصوا احنا كده حطينا نور ورقص. ماشي من البتاع اللي فين ده؟ دي. استنى خربتها يا مازن وقعدت على تلاجة. بصوا بقى كتير ما سمعتش صوت بصوا الغسالات دي يا ولاد تعالى كده يا جنى. والله بقالي كتير بصوا ايه ما سمعتيش الصوت ده يا جنى صح؟ على فكره الغسالات دي بتنضف مش بخل يا جماعه. عندي غسالتين بحر خالص. هجيب بقى هدوم الوسخه. الماء الوسخه استنى عشان اللي هنحطه في الميه ده كلور. عايزه الهدوم البيضاء قوي. بقول لك تعالى رجعت لي يا جنى. رجعت تعالى بقى اما نلم هدومنا. لا الشبشب هنا. لا الشبشب. رجعي يا جنى. رجعي يا جنى. تدخلوهم في مناخيري يا جنى. يعني عشان ارجع. بقى على ظهري. قايدين التكييف. الله. والله دي سامعه يا ولاد جميل. انا فتش الباب ده. البتاع ده بتقول مش طريقه يا جنى صح؟ انا غسلتها امبارح بس هغسلها تاني عادي. واغسل الملايات. ماما البلاي ستيشن نادي لابوكي يعني. اغسلهم برضه يا جنى صح؟ انا غسلتهم بس بغسلهم تاني مش هغسل. تعالي شوفي نغسل هدومك الوسخه. رجعي كده يا جوزي. حلالة اهو. والبتاع ده يا جنى مش نظيف. غسله كله. الطرحه دي برضه عايزه تتغسل. والله هو الاخضر ده نضيف بس عادي. الجلابيه دي فيها ابيض على طول بس انا خايفه تتربى عشان حاطه في الميه كلور. بصوا الجلابيه دي لسه بالتيكت بتاعها. فمش محتاجة تتغسل يعني. لا، ولا نغسلها برضه. لسه في العيد. ده العيد السنة الجاية. طبعا يا جماعه يوم الحمل هنلبسها. البتاع ده الجلابيه دي برضه هغسلها غسله حلوه كده. الجلابيه دي كانت مغسوله في الغساله بس حاسه ان هي صفرا صح يا جنى؟ مش نظيفه. صح. اخد الفم الاولاني اللي هو الابيض ده اهو. والجلابيه دي برضه بعدين ناخد الفم الاسود. بصوا احط الفم الابيض واخد الايه. انا عايزه اغسل هدومي كلها. او فين هدومك؟ ما عندي عايز تقلع هات الازاز اللي عندك ده يا ريان. هات الازاز ده اهو. التيشيرت بتاع مازن ده. ده ازاي؟ الازاز الابيض ده وانا هحط الفم الابيض الاول. بصوا يا جماعه هحط بقى الحاجات دي في الاول في الغساله. اصبري يا ابني احط الحاجات اللي هي ايه البيضه. البيضه دي الاول. اقفل التكييف. افصل التكييف علشان هنخرج. هغسل الاول الايه الحاجات اللي هي اللي انا عايزه اغسل الطقم ده. هغسل في ايه تاني. حط الفوطه بتاعت ابوك دي. طب والهدوم اللي وسخه؟ ابعد بس يا ريان. في ده مش تكييف. ورجعي يا جنى ورا كده. البس بقى شبشبي. بصوا احط الاول ايه ولا الشبشب. استنى. سيب بس يا ريان ابعد كده يا ريان. كده اهو. تعالوا شوفي يا بنتي عشان تعالي شوفي نفسه. البتاع الغساله دي على فكره جميله جدا. استنى شويه يا بنتي كده. حلوه صح؟ اللي عنده الغساله دي وبتنضف قولوا لي اصل انا بصوا اللي بصراحه هي حلوه بس يلا مش حلوه. هسيب دول يتغسلوا وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. هنا تعالي بنتي من ناحيه يا بنتي. تعالي من ناحيه اللبن ده عشان احنا مطلعينه من سايباه يبوظ. خدي يا ريان. والله انا كنت عيني ما اعرفش. خدي يا ريان. حطي اللبن ده في الثلاجه. بصوا بقى طبعا المكنه القهوه دي كانت عندي. ثالث مره عشان دي ما بتعملش قهوه. عملت فيها قهوه كانت حلوه. جيت عملت فيها شاي بلبن لقيتها فرط وبعدين شاي بقى قهوه بلبن. قهوه بلبن اهي. بصوا هنخليها هنا. ولا ريان. هو كاتل الكهرباء فين؟ ريان. ده كاتل المفروض بقى انا هنظبط يا جماعه كل حاجه هتظبط. طب شيله. المهم عايزه اقول لكم انا كنت امبارح نايمه الشوط ده. ده قومي بس الحوش بتاعك عشان هخليها اولع في نفسي. مش يا بابا. بصوا يا جماعه انا امبارح كنت جايبه خوخ كانوا ب 15 جنيه. طبعا نفسي وبتوحم على خوخ زي الرمل كده بالشربات. طبعا مازن جوزي مالوش فيه ما بيحبوش بس انا بعمله لنفسي. وانا مازن جاب لي الحله الضغط وما جابليش الصفار.
بصوا بقى هقول لكم هنعمل ايه. صلوا على النبي. الحاجات دي لسه هندرس كل حاجه هنظبطها، بس ايه حاجه حبه حبه يزيد محبه. هاخد بقى الحله دي. بصوا يا جماعه، الناس اللي بتقول يا ام جنى إيه ما بتلبسيش شباشب، لا انا جايبه شباشب جديده في الشقه الثانيه. إيه هجيبها وكده يعني، عشان ما اجيبش شباشب جديده يعني، كنت جايبه شبشبين جداد. المهم عايزه اقول لكم دي بتاعتي طالعه جديده، دي جديده اهي، ودي الطاسات الجديده خدوا بالكم، والزيت الجديد وده الزيت وكل حاجة الجديد. جديدة. ماشي. والفرن الجديد ده الفرن الايه؟ البطاطس بتاعت الصينية ابعد يا كيك. ابعد يا ليلى تخرب ام الدنيا. المهم عايزه اقول لكم حاجه ولا بقى. يكون في الفازات دي. بصوا بقى تعالوا كده هنا. بصوا هاخد بقى يا ايه؟ ريت ما تتكسر. هاخد بقى شويه خوخ من ده كده. الاوضه بخش الاوضه افتح التكييف إيه، واقعد في السقعه واجي اخرج بره اقول ايه؟ والجو عامل ايه كده؟ والجو اعمل حسابك انا ماسك خوخ بالبتاع اللي مالكش فيه. رنين. لا ماليش في ولا انا ولا ما بهزرش والله تجنني. والله ولا انا. يعني اعمل على قد واسيب لكم حبه قراشوا فيهم. هسيب لهم بقى حبه هم ياكلوا فيهم، عشان يعني ماسكه الخمرة وعماله تمسح. طب انا اعمل ايه؟ تعرفهم يعني ان انا بمسح في هدومي. طب انا اعمل ايه يا جوجي؟ عشان انا حاطه الخوخ، كنت جايبه برضو خوخ ب 30 جنيه كبير. حطيه كله على بعضه. ماشي. تعالوا بقى هغسله. يا لهوي يا لهوي يا انت رايحه بايه؟ يا خرابي. لازم اوتوماتيك. رايح بيقول لكم البوتاجاز اوتوماتيك، هيولع ام البوتاجاز يا ابني. ودي برضو الطاسات اللي انا كنت جايباها طلعتها، بس قلت لهم بصوا لو جرحتوا الطاسيه هنفخكم. اموت واعرف مين اللي حاطط لي الورديه في اخر الشارع هنا. من الشارع؟ اه مش عارفه. يبقى همسك كنت جايبه للرخامه دي، جايبه الرخامه دي يا جماعه كفايه اسمه ايه ده؟ مساحه، بس برضو في الشقه انا عايزه ابقى رايحه بيها. دي ميه معدنيه، والله ميه معدنيه. دي ميه معدنيه ابن العبيطه. فلتر. فلتر ميه فلتر. اه المهم عايزه اقول لكم ايه رايك في السكينه يا ريان؟ السكينه فين؟ اهي. حسب ما تبص الناس. حسبي يا ماما تغزي نفسك. يا ريت اغزي نفسي وافتح منك يا ريان. حلوه المصفى دي حلوه على فكره. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاه والسلام. الواحد هيصحي يا ولاد يا دنيا. ايه رايكم في ايه؟ الجمال ده؟ مفيش حاجه. بصي يا موسى. يا ريان ابوس ايدك البوتاجاز هيبوظ. ها؟ بصوا بقى بمسك الخوخيه بقى مقطعاها كده. وانا قبل كده كلتها ماما. جميل انا كلتها قبل كده. هقطعه بالطريقه دي كده اهو يا ولاد واسلقه، بيبقى طعمه حلو قوي. بحط عليه سكر بقى وبحطه في التلاجة ناكل منه. يبقى ايه؟ مازن بيقول لي هو في خوخ بيتعمل مرات الراني بتاع بره بيتسلق، اقسم بالله. لا ما هو اكيد مش خوخ طبيعي، اكيد بيبقى لون واكيد. لا والله طبيعي، ده بينزل ميه طبيعيه. لا انا قصدي بتاع بره. خلاص بقى يا جماعه التقطيع ده كده. ما هو ده مش زي بقى. بعد كده اقول لكم طبعا هنعمل مش عليه زي إيه. بقى بتاع بره. هحط عليه فانيليا واحط عليه سكر واحط عليه ميه واسيبه يتسلق، وبعد ما يتسلق بنحطه في التلاجة ناكله بقى بيبقى ساقع في عز الحر اللي احنا فيه ده اهو. بالنسبه برضو يا جماعه للناس اللي قالت لي يا ام جنى بما انك مركبه تكييفات في الصاله ما بتشغلهاش ليه؟ عايزه اقول لكم ركبناها، بس المهندس اللي ركبها لنا مش عارفه قال لي هيجي يبرمجها، مش عارفه هيجي يبرمجها، لازم التكييفات تتبرمج، فاحنا مستنيينه ان شاء الله هيجي يبرمج ايه التكييفات. بصوا بقى هفصل معاكم لغايه ما اقطع بقيته وبعد كده ارجع لكم. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر وشي. جنى بتقول لي شكل وشك عامل ايه يا جنى؟ من امبارح عماله اقول له يا راجل بموت. هو مش باين على فكره. يعني استنى لما اخلص هو تروح تقيس الضغط. بصوا بقى يدعوا على العين، حافظوا على البوتاجاز. شفتوا ايه؟ بصوا احط بقى ايه البوتاجاز دي عندي فين؟ دي هنا. استنى يما يبقى لازم ايديا كده تكون ايه اهو اشتغل اهو.
سيب بقى الخوخ ده كده بشويه ميه يغلوا مع نفسهم، وبعد ما يغلوا انا هحط له ايه السكر والفانيليا واحطه بقى في التلاجة. ماشي. نعمل ايه تاني؟ تعالوا كده اما نشوف الغسيل. بتعملوا ايه يا مازن؟ لا دخل الحمام فين يا مازن؟ خلص يا مازن. يا لو يا الهلا بنتي بقعد ارتاح شويه. استغفر الله العظيم. هو بقى نرتاح شويه وبعد كده نقوم ايه نكمل غسيلنا ونشوف خوخنا. بصوا بقى يا جماعه، الرغوه دي كنا مفتقدينها. فاكره يا بنتي يا جنى الرغوه دي؟ عمري ما شفتها في الغسالة الاوتوماتيك. الرغوه دي يا جماعه كنا مفتقدينها. عارفين يعني ايه مفتقدينها؟ ممكن كلها بلد. ايه؟ وانت بتعصريها ليه؟ عصورة عشان بصي عايز البانيو ده، عايزه ابقى اجيب له ميه نار. مية نار؟ عايزه اجيب ميه نار البانيو ده. مية نار؟ ميه النار في للبانيو. بجد ما بهزرش. بجد ما بهزرش. هجيب ميه نار للبانيو. ايه؟ هجيب ميه نار بجد للبانيو. بصي البانيو ليه صفار. مثلا اصلا كان عايز يغير البانيو، قلت له لا مش هنغيره. حط لي فين طيب؟ وعايز يعمل له سيليكون. يا ولد تخيل الرغوة. شوفي الجلابيه دي كانت صفرا. انا عملت ايه؟ طب نضرب في وشه ليه يا جنة؟ بس هي دي هضربه حالا لو ما رجعش. بصوا بقى حلاوتها. حطي كده اهو كده اهو. طب يلا اتخر بره. اصوت والم عليكم النفس. عمال يطلع لي لساني. هو انت يا مازن بترازيني يا مازن بعيالك؟ مطلع لي لساني. رصيتني قبل ما بترازيني يا جنة. عشان بيطلع لي بصوا لساني. هو الطعم بتاع جنة ده، الطعم بتاع جنة ده مش ابيض بيج، هو سمني. شوفي يا مازن. طب انا كمان بقالك كتير قد ايه ما شفتش الرغايه دي يا مازن؟ بقالنا كتير. الرغاوه دي يا جماعه جميله جدا. بصوا والجو حر ده. الغسالة التانية بتكسر وتعصر لوحدها ويلا. بجد؟ الباقي ده عايز ايه يا مازن؟ عايز يتغسل بايه؟ اصل الجنة مش مية مسكره. نار مية نار مية نار عشان يرجع بص ابيض بقى كده. اللي هدي بقى يا مازن ايه؟ اقول لك هنعمل ايه؟ هبقى داخل الغساله وتجيب الخرطوم. طب ما احنا عندنا سبرتو. صبرتوا ايه؟ دي مش مية نار. مية النار دي لو جت على ايد حد دي. تاكلها. طب ما السبرتو برضه لو جه على حد بياكل. على بال بس ما نظبط ايه؟ ياكل ويسيح ايده. مية النار دي لو جت على ايد حد تسيح ايده. من غير نار؟ من غير اي حاجه. لو جت على ايد حد طب هي لو اتصبت اساسا على هتلاقي البانيو بيغلي. بصوا الرغاوه دي جميله جميله. احط بقى ايه؟ الاسدالات كده. طب والحاجة اللي وراكي دي؟ مية النار دي يا جنى مواد كيماويه. مواد كيماويه. ده احنا نتلاقوه من ابيض. اللون البني حلو ايه؟ ده احنا نتلاقوه ابيض. بصوا بقى نشطف دول. هنشطف الحاجه دي. هنشطف ايه الحاجه دي ونحطها تاني. عصار كاسر بقى. انا حاسه ان احنا بنعمل زي ايام زمان. هي ايام المطبخ. طبعا الغساله دي مش هتنفع في الصيف في الشتاء. دي ما تنفعش في الشتا. انا عايزه اغسل البانيو. بصوا انا اغسل البانيو غسله حلوه واشطف فيه احسن، لان الحوض صغير مش هيكفي. بغسله لك. لا عايز يتغسل غسله حلوه. احنا غسلناه بس هو عايز ميه نار. رايح جوه.
هنا عشان عايزة تحطي في العصارة مية؟ ايه احط. مية في العصارة ولا في الغسالة؟ عايزه اغسل الهدوم تاني، الهدوم ما بعملش ما باخدش حاجه. هاتي بقى البتاع دي كده وخليه هو يجي يمسك البتاع يا بنتي بتعملي ايه؟ لا عشان يجيب المية لازم هنا. ادخل الغساله، عايزه بس اغسل الاول الهدوم. الميه ما بتنزلش ليه؟ الصراحه مفيش احسن من غساله توشيبا. توشيبا ليش؟ بص الميه ده تاني فوق. فين واحد تاني؟ يلا يا جماعه نخلص بقى ايه؟ استنوا ما نشوف العصاره، العصاره كله مش مش هفتح لما تقف لوحدها عشان البطومه يبص مني. يا مازن بص على الحوض. لا ممكن تفتحها عادي، تفتحها عادي. صراحه فين يا جنى؟ فين وريني. يا جنى اهي مش مش فين. اسكتي يا ريم في الطبخ مش حلوه. ده. مش طب ايه؟ ما رحتش ايه؟ مش اسكتي يا ريم. مش فاهم. وده التيشيرت بتاع جنى اهو. ايه رايك بصراحه؟ استني، كان في حاجة حمرا هنا ومعرفش ايه اللي طلعها. استني نشوفها بقى موجودة ولا لأ. بجد كان في حاجة حمرا هنا. طلعت؟ مش انا بقول لك عشان برضه وده الباقي بتاع جنى اهو. حلو حلو يلا خليها يشم ريحته حلوه. وانا جربتي اهي كانت صفرا بقت بيضة. بتحطوا في الارض. يا ماما أحلى اسكتي يا ريم. أحلى من التانية. الغسالات دي على فكره احلى من التانية. يلا هننشره بقى ونرجع لكم تاني. مالك يلا؟ لسه. بصوا يا جماعه انا كده بعمل الغساله تاني. شفتوا كل دي كميه هدوم هتتغسل. بس يا جماعة بتغسل أسرع من بتعملي ايه يا ماما؟ ايه؟ بتعملي ايه؟ هكمل بقيه غسيل الهدوم دي. هخلصها. وبتغسل في سنة وبتغسل في سنة. على فكره حلوه جدا. ده درج المسحوق، مكتوب عليه درج المسحوق. ايه؟ ممكن المسكوة عليه. ده لسه تاني في امه. بصي يا ماما. درج المسحوق لا عادي. هسيب بقى دي تتغسل ايه؟ سيبها بقى مع نفسها كده كده الغساله ممليه. وهي بتخلص لوحدها. تعالى كده ارجع بقى كده ورا. وهي فرد شربك ايه يا ريان؟ هلا بس شدنا عشان ايه ما اقعش. وطبعا هخلص واغسل ايه؟ اكمل الغسيل ده كله اغسله. تعالى نشوف الخوخ. تعمل ايه يا مازن؟ مازن اتخض. ايه يعني عادي يا مازن ما احنا كنا بنساعد بعضينا. لا انا بعمل انا حسيت ان انا بقى ده انا مش داخله عليك الحمام. ده ساكت ده يا مازن. تعالى نعمل كده عشان اوريكم شكل الخوخ. ما انت قصيره مش هتطولي. حامل بقى حرام. بصوا بقى يا جماعه شكل الخوخ عامل ازاي. حلقتين حلقتك ايه يا مازن؟ بس بنطلونك. خدوا امي وشنا لما يترجع قفانا. بس كده. بحس إن هو زي قمر الدين. ما هو جميل قوي. فين يا مازن السكر؟ عايزك السكر. بس أنا مش عايزة. هات لك السكر كان في كبشه. هات لك السكر. انا امبارح كنت هات السكر. فانيليا. جبت لك فانيليا. فين الفانيليا؟ فطشت يا ابو فطش ومين هيدور على الفانيليا فطش. وقلت لك امبارح كان في كيس. كان خدي يا ماما. كيس. بصوا يا جماعه هات لي يا مازن هات لي فانيليا يا مازن. ماشي يا مازن. بصوا كله. بصوا يا جماعه السكر اهو. كل دي كان مسحوق يا ماما. بص هات يا مازن البتاع كده. السكر يا ماما يا هات لي الفانيليا يا راجل. انت خايف يا راجل؟ انت بالك مكهرب لك. هو في ايه؟ بصوا بقى هو بينزل ميته الحمراء. انت لو مش عارفه تجيب الفانيليا اهو. انا امبارح قايله لمازن جوزي يجيب لي في اكياس يا جماعه. كنت جايبه 2 كيلو دقيق عشان اعمل رقاق ايام تلاقيهم العيد. جاب بيكنج باودر بدل جاب الفانيليا. لي الكيس الدقيق اللي بقاله نص كيس اصفر وساب لي الكيس الثاني. هو امبارح اللي طلع عبر الحاجات دي وجابها لي في الشقه اللي هناك. ممكن يكون جاب لك بيكنج باودر بدل الفانيليا. هو يعرف الفانيليا؟ نعمل ايه بقى؟ بصوا يا جماعه بصوا عامل ازاي. بصوا يا جماعه الخوخ بيبقى عامل زي الراني كده. بيبقى بصوا بتاكلوه بيبقى عامل زي الراني كده. هو كده السلق ماشي. هسيبه بقى يشرب من الشربات الحاجه بتاعه. الوحيده اللي ما جبتهاش الفانيليا ابو اقسم بالله بص كده جبت لك جاب لي امبارح الحله الضغط ونسي يجيب لي بص يا مازن دول اللي بتقوم فين مثلا البنات. مش لاقي جاب لي فشار. جاب لي مرق الدجاج. جاب لي الخميره. حطي يدي يا ريان الخميره دي. حطها في الثلاجه. هو لازم جاب لي الفانيليا. ما جبتهاش. لازم الفانيليا وهي بتتسلق. طب ما ننزل نجيب لك فانيليا من تحت يا مازن. هي الفانيليا يعني اللي كده هناك. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. هو المفروض هنا احط السكر شرباء السكر واحط فانيليا واحطها بقى في الثلاجه. وبحطها بقى في الثلاجه. مرحه هرماره. انت مالك ومال مرحه هرماره؟
بصوا يا جماعه جايبين مش عشان انا مش هتكلم في بنات بتنصف يا ريان يا ابني، بس حلوه كتر الف خيره. يعني انت المهم. شايفها مش عايز ما تنسوش بقى يعني يا كان جماعة- شايفها مش عايز يقول. برضه بيقطعوني في الفيديو. بصوا يا جماعه ما تنسوش بقى اللايك عشان دي بقى الفيديو بص. الفيديو طول عليكم قوي. على الهوا. هسيب بقى الخوخ الرامي ده يكمل ايه، يشرب من السكر، وسيبه يبرد وبعد كده احطه في الثلاجه ونفطر بيه الصبح. يلا اشوف وشكم على خير وما تنسوش اللايك. ومع السلامة. باي باي.